اصعب حاجه توقع لك في حياتك كامله هي يموت لك باك، اقسم بالله العظيم. بزاف ديال الناس ملي باقيين عندهم والديهم بجوج والله يخليهم لهم كيقول لك الا خيرتي كيقول لك وهاني واخا تموت لي واخا يموت لي الوالد غنتقلق، ولكن المهم تبقى لي غير المهمه ديالي. خويا راه بجوج الله يخليهم لك، ولكن ثق بيا من اصعب وانا كنصنفها كاصعب حاجه في العالم هي يموت لك باك، سواء كنتي صغير سواء كنتي كبير. ولكن الا كنتي صغير ومات لك باك غتعاني بزاف. والشخص اللي حي ديما كنقول داك الولد والبنت اللي حيين وما عرفوش باهم، يعني باهم مات قبل ما هما يعرفوه، فهادو راه والله ما غيعانيو بزاف بالقدر اللي غيعانيو الناس اللي ديجا شافوا والديهم قدامهم وشافوا باهم قدامهم. غيعانيو بزاف لانه غيبقاو يعيشوا مع الذكريات ديالو. قبل ما نكمل هذا الفيديو هذا وعارفك غادي تاثر وكذا، اللي ميت لي با انا متاكد ما يقدش يسكيبي هذا الفيديو، غادي يكمل هذا الفيديو حتى الاخر. وحتى لي با باقي حي وعزيز عليه بزاف لا ميم شوز، غادي يكمل هذا الفيديو حتى الاخر. اسمع اخي، قبل ما تكمل هذا الفيديو بغيت نقول لك واحد النصيحه، اقسم بالله الا هي اكثر نصيحه ذهبيه غتسمعها اليوم وربما في هذا الشهر وربما في هذا العام وربما في حياتك. اقسم بالله. اشنو هي النصيحه؟ خويا الا كان باك باقي حي، وهذا الامر تقدر تطبقه حتى على الوالده ديالك، صافي الا كانوا والديك باقيين حيين وخصوصا باك فسجل الصوت ديالو. دابا التليفون ولا كاين، سير هضر معاه مثلا في الخدمه ولا بلي رجع من الخدمه ولا تكونوا كتاكل، المهم انت وياه راس الراس، هضر معاه في اي موضوع وسجل الصوت ديالو بالتخبيه. شوف يقدر يجيك هذا الامر غريب، ولكن الا مشيتي عند شي واحد دابا ميت لي باه وقلتي لي غنجيب لك غير التسجيل الصوتي واحد ديال باك، غير اوديو واحد ديال باك، ثق بيا يقول لك نعطيك ما شنو، نعطيك اي حاجه عندي في الدنيا، نعطيك الكلوه ديالي، نعطيك قلبي غيعطيها ليا والله. وكما قلت هذا الامر تقدر ديرو حتى مع الوالده ديالك، والله يرحم اي واحد ميت لي با ولا ميت لي مو. ثاني حاجه هي سير جيب اولا شفر لباك، ياك اسمعني اش غنقول لك، هذه شفره حلال، شفره فيما يرضي الله. شفر لباك شي حاجه ديالو، مثلا شي قميجه شي صليب شي اي حاجه هو ما كيستعملهاش بزاف ولكن ديالو باش ما يعيقش بك، وخزنها وتكون فريحته. ثق بيا عاوتاني بلي غيدوز الوقت تعرف بلي هذه النصيحه هي اهم نصيحه في حياتك. الا مشيتي عند شي واحد دابا ميت لي باه وقلتي لي غنجيب لك واحد الغرض في ريحه باك، اي غرض اي اوبجي، مثلا ستيلو ورقه بسطام وفيه الريحه ديال باك، كنقسم لك بالله الا غادي يبدا يبكي وغيقول لك شوف نعطيك اي حاجه عندي في حياتي، نعطيك كل شيء واعطيني شي حاجه فيها ريحه الوالد او الوالده. لذلك حاولوا ديروا هذا البلان هذا. بالمناسبه انا بغيت نقول لكم بان الوالد ديالي توفى في 2015 وفات فاش مات الوالد الله يرحمه، والله يرحم جميع اموات المسلمين اللي ميت لي اي واحد عزيز عليه الله يرحمه. فاش مات الوالد هذا عرفت المعنى الحقيقي ديال الحياه، لان فريمون يكون فاش كيكون باقي حي كيكون عباره على واحد الحاجز، على واحد الستار، هذاك الستار كيبقى كيغطي على كلشي، كيبقى كيخبي على اي حاجه جايه من برا. ثالث حاجه، شوف اخويا عافاك، واخا يكون باك قاصح معاك، راه حتى كيتوفى الوالد ديالك عاد كتعرف علاش هو قاصح، حتى كتحس انت بالزمان كما كنقولوا بالدارجه، حتى كتحس انت بالحياه شحال قاصحه، حتى كتعرف باك علاش باك جدي، علاش باك كيقول لك سير تقرا، علاش باك بعض المرات كيدوز نهار كامل وما كيقدرش يبتسم في وجهك، علاش هو ديما مهموم، علاش ديما شوف حتى كيموت حتى كيتوفى وكتواجه الحياه وكتعرف الحياه شحال صعيبه، وكتحس شويه بالمسؤوليه، وكتحس شويه مسؤوليه يكون عندك ولد ولا جوج ولاد وتكون عندك اسره وخاصك تصير عليهم وتوفر لهم المصروف، وكتمشي للخدمه وانت كتضرب في التماره وديما داير بالك غير معاهم لا توقع عليهم شي حاجه، لا يضربهم شي واحد، لا يحكر عليهم شي واحد، لا يتقلقوا. مع الوقت عاد كتعرف علاش باك قاصح، علاش باك جدي، علاش باك كيعيط كيغوت عليك، علاش باك بعض المرات كيقدر كاع يضربك. راه احلى والله العظيم الا احلى عصا كتاكل في حياتك هي اللي كتاكل مع باك، لانه عامر بالحب بزاف وبالخوف عليك وبانه باغيك ديما تكون احسن منه. وكما كيقولوا باللي الشخص الوحيد في العالم اللي كيتمنى انك تكون احسن منه هو باك، ما كاينش واحد في العالم غادي يبغيك تكون احسن منه من غير باك. لذلك عافاك، ولو يبان لك باك قاصح انت كيبان لك خايب فاش كتكون باقي صغير، كتقول حتى ديما شرير وكيضربني، شوف واخا يبان لك هكاك عافاك، حاول تستغل وتستفد اي نهار عندك معاه، لانك متاكد انه غادي يجي شي نهار وغادي يمشي للاسف، هذه الحقيقه. لذلك حاول انك فريمون تستفد كل نهار، كل نهار كيتستافدوا. واكثر حاجه تقدر ديرها وتفرح باك الا كان حي هي تسمع الاوامر ديالو وتحاول تنضبط لهم. اصلا هادشي فيه غير مصلحتك انت، ولكن طالما انك انت مرتاح وكدير غير داكشي المزيان فراه غتفرحوا بزاف. نصيحه الاخرى، وهاد النصيحه شويه قاصحه بالرجوله، والناس اللي ميتين لهم والديهم والاباء ديالهم غيحسوا بها بزاف. خويا الا كان الاب ديالك توفى ولا الام ديالك حتى هي، ولكن سورتو الاب، الا كان الاب ديالك توفى خاصك تبقى عايش، انت خاصك تبقى عايش وكانه كاين معاك الوالد ديالك. على سبيل المثال باك كان كيقول لك ما تكميش،
فراه خاصك ماشي غير حيت هو مات ولي دير انت غير داكشي اللي بغيتي، فخاصك تبقى تعتبرو انه كاين معاك. فاش تبغي تكمي تفكر ان با كينقول لك ما تكميش وما تكميش. فاش مثلا تبغي تغيب تكون غادي داخل المدرسه وتبغي تغيب وتكاسي وتقول صافي الوالد اللي كان غيجي يحضيني ولا يضربني راه ما كاينش يجي نغيب، لا، خاصك تستحضر باك ديما فيما كنتي، وغيولي هذه غتولي عندك نقطه قوه غتخليك تفوق على الناس كاملين وعلى الاقران ديالك، وتخليك انك فريمون تفرح لباك. راه واخا يكون في القبر تقدر تفرحوا بهذه الطريقه هذه ديال انك فريمون ديما حس بيه حداك. ديما الوصايا اللي كان كيوصيهم لك ديما اعتبرهم انهم باقيين حيين معك، ما تعتبريش صافي انه مات، حيت واخا هو كيموت راه الحب ديالك ليه ما كيموتش. لذلك حتى الوصايا ديال باك ديما خليهم حداك. الا كان كيقول لك ما تجمعش مع شي واحد فما تجمعش مع داك الشخص، راه باك غيكون عارف اكثر منك علاش هو كيقول لك ما تجمعش مع فلان ولا مع فلان ولا ما ديرش هادي ولا ما ديرش هادي ولا ما تمشيش ديك البلاصه او كذا. ولذلك عافاكم بغيت اي واحد مات لي باه طبعا من غير اننا خصنا نبقاو نصلي وخصنا نبقاو ندعيو، لان بحال هكا يبقى الاجر ما كيتقطعش، كيبقى يتحسب الوالدين حتى هم. ولكن الاكثر من ذلك خصك ديما تبقى تقاتل في حياتك وتنجح وتوصل لداك الشيء اللي باك كان باغي توصل ليه. ما عمرك ما تفشل، ما عمرك تعتبريه مات، ديما اعتبري باقي حي معاك. وديما فيما تفشل ولا تحس بشي امتحان غلبك ولا شي حاجه غلباتك تفكر بان باك كيشوفك، وتفكر شنو كان غادي يقول لك هو في ذاك الموقف وفين باغيك توصل، وكن اكيد على انك غادي توصل. واخر حاجه غنقولها، حاولوا ما امكن تهلاو بوالديكم، لانه فريمون نهار كتفقدهم عاد كتحس بقيمتهم.